لما ترجع البيت اعمل مسافة نفسية بين قعادك مع أهلك وأصحابك وبين مهام الشغل، بإنك تركز وتكون حاضر هنا ودلوقتي عشان تعيش اللحظة اللي انت عايشها فعلا. اللي بيدمر صحتنا النفسية مش إننا بنشتغل ساعات من البيت، لكن غياب الانفصال النفسي، إنك تبقى موجود بجسمك لكن عقلك لسه محبوس في المكتب، وإنك بعد ما ترد على إيميل الشغل مش عارف ترجع تاني مع عيلتك وأصحابك. عشان نطبق ده بشكل عملي ممكن نمارس حاجة اسمها طقوس الإغلاق، زي ما نصح البروفيسور كال نيوبورت في كتابه اللطيف جدا ديب وورك. قبل ما تقوم من على مكتبك اكتب كل المهام اللي ما خلصتش في ورقه وحدد هتعملها امتى بكره، عشان ما تفضلش تفكر فيها. اديك خرجتها من دماغك وكتبتها على الورقه قدامك اهو، وتقول لنفسك كده بصوت مسموع شطبنا او قفلنا الشغل. بيقولك ان الحركه دي بتخدع العقل اللاواعي وتخلي مخك يقفل التاب اللي مفتوحه في دماغك دي، فتروح البيت ودماغك فاضيه. اللي هو لما تاكل ركز في الاكل، ولما تمشي ركز في المشي، عشان تعيش حياتك من غير تشويش ذهني في دماغك طول الوقت. وده اللي بنسميه في علم النفس الحضور الذهني او mindfulness meditation.